بسبب انقطاع الكهرباء. بسبب انقطاع الكهرباء ادى الى سقوط شخص من الاسانسير. ايه اللي حصل ومين اللي توفاه الله برحمته دوت؟ اللي حصل ان كان في عازف اسمه محمد علي خيرة، عازف سكسفون في الاسكندرية. محمد علي خيرة كان طالع الاسانسير ومعاه سيدة واولادها. اللي حصل اثناء صعودهم للاسانسير حاجه احنا كلنا بتحصل لنا الايام دي، ان النور بيتقطع، بس النور بيتقطع بمواعيد محدده. يعني انا مثلا عندي بيقطع ساعتين، في اللي بيقطع ساعه، انا بيقطع عندي من الساعه كذا للساعه كذا. يعني الموضوع صعب جدا، وبقى صعب كمان في موضوع الصيف. كمان في الصيف الموضوع حر جدا فوق ما تتوقعوا. المهم ايه اللي حصل وايه اللي جرى؟ طلع الاستاذ محمد علي خيرة مع المدام في الاسانسير. إذ فجأة النور قطع، وهم في الدور الثامن والتاسع. وقف ما بين الثامن والتاسع، الاسانسير وقف ما بين الثامن والتاسع. والمفروض كما يقال ان في مولد كهربائي عشان لو حصل اي ظرف في انقطاع الكهرباء ان هم يشغلوه والاسانسير يطلع. الاستاذ محمد الله يرحمه ويغفر له يا رب، كان طالع الدور ال13. اثناء ما النور اتقطع طلع حارس العمارة وحاول ان هو يساعدهم، لان المولد كان بايظ هو كمان، حصل له عطل قبل النور ما يتقطع. طبعا هنشوف التحقيقات واللي حصل فيها. المهم هو حاول استاذ محمد ينقذ السيدة واولادها. بدأ ان هو ينزل الاولاد وبعدين ينزل السيدة، بيساعد مع حارس العمارة ان هو ينقذهم من الموقف اللي هم فيه وينزلهم ما بين الدور الثامن والدور التاسع. الموضوع ده تكرر كتير، وتكرر كمان عندي هنا كمان في البيت. كان احد الاشخاص نازل واذ فجأة النور انقطع بدون علم الساعة اللي هتقطع فيها. انا مثلا بيقطع من 6 لكذا، لا كان قطع بدري، كان قطع 5. وفجأة لقينا الاسانسير الباب بيخبط على الاسانسير، ففتحنا لقينا احد الاشخاص متعلق في الاسانسير. طبعا قمنا انا وابني بمساعدته، والواحد بقى يخاف ان هو يطلع عامة في الاسانسير. المهم بعد ما انقذوا السيدة واولادها، استاذ محمد الله يرحمه بدأ ان هو ينزل من الاسانسير، وفجأة خانته رجليه ووقع في بئر الاسانسير. في البير، نزل من الاسانسير، سقط في البئر تحت. فجأة لقوا استاذ محمد الله يرحمه توفى. طبعا الحادثة دي صعبة جدا وكانت مأساوية الفترة دي بسبب انقطاع الكهرباء. طبعا تعرفين ان استاذ محمد من اسكندرية، وهو عازف سكسفون شهير. كمان عايزين نعرف عنه بعض حاجات. هو عازف شارك بالعزف في حفل مهرجان الاسكندرية السينمائي بدوره الأخير، وكمان كان بيحيي حفلات موسيقية بدار الأوبرا ومكتبة الاسكندرية. أستاذ محمد متزوج من إنجلترا على ما أعتقد، وعاش فترة في إنجلترا وكان بيعزف هناك سكسفون، وكمان كان بيعزف في اسكندرية. ده وليه 3 أشقاء، وهو متزوج لكن ما عندوش أولاد. يعني كانت صدمة. اللي حصل دلوقتي ان هم يعني جابوا اجهزة في التحقيقات، جابوا فنيين يشوفوا ايه سبب الوقعة، او وقع ازاي، او ده ازاي، يعني ايه اللي حصل. شمعوا المصعد وفرضوا كردون امن حول البيت. طبعا اثناء وقوع الحادثه كانت السيده اللي هو نقذها هي واولادها في صراخ شديد من اللي حصل، وكان المنظر كان صعب عليها وعلى اولادها. وهي برضو بعض من سكان العمارة طلعوا واتكلموا. بعض من سكان العمارة طلعوا واتكلموا وقالوا انه هو كان من فترة تعرض الى حادث، وان الحادث ده اثر على رجله.
فهو لما جه ينزل ما قدرش ان هو يحمل على رجله، خانته زي ما بيقولوا رجله، ووقع من باب الاسانسير ما بين الدور التاسع وما بين الدور الثامن. تعددت الاسباب والموت واحد. لكن بجد كان موقف منه طبعا بطولي ان هو نقذ الام واولادها. حادث أليم، ويعني ندعو ربنا ان هو ما يتكررش تاني بسبب انقطاع الكهرباء. نرجو ان هو يعني ما نشوفوش تاني. يعني هو مش اول حادث اسمع عنه في الاسانسير، في حوادث تانية بس بيبقى ثابت وما بيعرفوش ينزلوه، يعني زي ما حصل عندي كده، او في ناس تلحقه او ده بتبقى حاجه صعبه. وفي حر زي دوت ان هو مثلا يفضل في الاسانسير محبوس ساعتين بحالهم. يا ترى هل ترى الاسانسير هيقع ولا مش هيقع؟ طبعا مخاوف له وتخوفات له. حبايب قلبي، حلقتي خلاص انتهت النهارده. اتمنى منكم ان تفيدوني بموضوع الحلقه النهارده، وانقطاع الكهرباء واسبابه واضراره، واللي حصل عنده مثلا حادثه زي ديت او فيما شبه الموضوع الاسانسير ده او غيره. يقول لنا في الكومنتات ويحكي لنا ايه بالظبط اللي حصل له وايه اللي جرى. حبايب قلبي، ما تنسوناش باللايك بتاعكم الكريم اللي انتوا دايما بتدعمونا فيه، وفي رعايه الله وحفظه. مع السلامه.